نتحدث عن البصمات. هل ترقى إلى دليل أو أنها مجرد قرينة تحتاج إلى دليل؟ نعم، هي مجرد قرينة وتحتاج إلى دليل قضائي. إن وجود البصمات وحدها في جريمة ما لا ترقى إلى دليل، وإنما تعد قرينة تحتاج إلى دليل قضائي يدعمها. القرار الذي أيد الحكم المستأنف القاضي ببراءة المتهم، رغم أنه يوجد بالملف خبرة علمية حررت من طرف الشرطة العلمية تثبت أن البصمات المأخوذة من مكان الجريمة تتطابق تماما مع بصمات المتهم، يعني تنطبق معه، وهذا دليل قطعي وجازم لا يمكن إنكاره إلا بالدليل العكسي. البصمات هي نفسها لقوها نفسها يعني تاع المتهم، ورغم ذلك أخذ البراءة، لأن البصمات حتى وإذا كانت بخبرة علمية تبقى مجرد قرينة فقط تحتاج إلى دليل. إذا ما كاش دليل آخر يعني كدليل فإن المتهم يأخذ البراءة. يجب التذكير بأن مناقشة الوقائع وتقديرها من اختصاص قضاة الموضوع وحدهم، كما جاز لهم إثبات الجرائم أو نفيها بأي طريقة من طرق الإثبات عملا بنص المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية. وكل ما مطلوب منهم، الحاجة اللي مطلوبة منهم هذو القضاة، هو إبراز الكيفية التي وصلوا إليها أو بها لتكوين اقتناعهم، وذلك من خلال تسبيب كاف للقرار حسب ما تقتضيه نص المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية. كما أنه يجب الملاحظة أيضا بأن كل خبرة شأنها شأن الوسائل الأخرى للإثبات، فهي حينئذ تخضع للسلطة التقديرية المخولة للقضاة الموضوع وحدهم، بمعنى حتى الخبرة تخضع للسلطة التقديرية للقاضي. إذن القول بأن البصمات وحدها لا ترقى إلى دليل، وإنما قرينة تحتاج إلى دليل قضائي يدعمها بعد ذلك التسبيب تسبيبا كافيا حسب مفهوم المادة 379 السالفة الذكر. وشكرا.